وللأسف أول ما الموضوع ده بدأ يحصل معايا وأول ما شُفته ما تخيّلتش كل ده، قُلت يا نهار أبيض! ده أنا بعد كده مش هاقدر أدوس على رجلي، بس أنا مضطرة أعمل إيه لازم أستحمل، وده كلامه طبعًا علشان أخِف وأخلِّف، وده كمان محرّج عليَّ إن أنا أقول لأي حد وما أجيبش سيرة لأي حد بكل اللي بيحصل. من ساعة ما اتجوزت. ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي سناء، عندي 25 سنة. انا متجوزة وعايشة مع حماتي. جوزي راجل بسيط جدا، يعتبر ملوش في اي حاجة، وعايشين كويس. هو بينزل يعني كده على عشا بيشتغل، وبيبقى طول الليل كده في الشغل في مكان بعيد شوية يعني في المصنع، وشوية بيروح كده يشتغل على تاكسي. وانا علشان يعني احاول اساعده باشتغل في محل ملابس حريمي، والدنيا ماشية مبسوطة وتمام وما عنديش أي مشاكل. بس تقريبا كده من فترة بدأت أحلام مش طبيعية، أحلام مرعبة ومزعجة وتخوف، وكمان ما كنتش بقدر أقوم بعدها أحكيها لأني كنت بتكسف إن أنا أحكيها، لحد من كتر ما أنا خايفة بدأت الأحلام دي تزيد عليا يوم ورا يوم، وشوية وشوية بدأت كمان أحس إن أنا وأنا نايمة كده ببقى متكتفة، وكأن في حد بيعمل معايا علاقة، ومش قادرة أفتح بقى الموضوع ده مع حد، ولا قادرة كمان أتحرك، وفي نفس الوقت بحس بشعور غريب وببقى مبسوطة. طبعا ازاي ده يحصل مش عارفة، الموضوع ده مجنني. ازاي ببقى نايمة وبحس الإحساس ده وإن أنا أبقى مبسوطة؟ أنا بصراحة خفت، والموضوع مش طبيعي، وخفت من الأحلام ومن اللي بيحصل لي، ومش عارفة أحكي لمين. ما كانش طبعا قدامي غير صاحبتي اللي بعتبرها توأم عمري وبعتبرها مقربة جدا ليا، يعني هي زميلتي من أيام الثانوي وكده، ومن أيام واحنا صغيرين. فحكيت لها كل حاجة وقلت لها بس ما تضحكيش عليا، لأن كل الكلام اللي أنا هقوله لك ده فعلا بيحصل معايا. بحس إن أنا في حد بينام معايا. وقلت لها على الأحلام المرعبة والمخيفة اللي بتجيلي. قالت لي يا لهوي، الكلام اللي انت بتتكلميه ده لو جد يبقى انت عليكي جن عايش. قلت لها بجد يعني ايه جن عايش؟ انا سمعت الموضوع ده قبل كده بس ما كنتش فاهماه. قالت لي لما واحدة يعني تقف قدام المراية أو تعيط في الحمام، الجن بيعجب بيها، وبيجيلها جن اسمه الجن العاشق، وبيعمل معاها حاجات مش كويسة، والحاجات دي هي بتحس بيها وهي نايمة ومتكتفة وما بتقدرش تتحرك. قلت لها اه فعلا ده اللي بيحصل. فقلت لها طب اعمل ايه ولا اروح فين؟ انا كمان يعني بتجيلي كوابيس مرعبة وما بعرفش انام. قالت لي طيب سيبيني اسألك بقى كام حد واتقصلك عن الموضوع ده، ونشوف مين اللي شغال في المواضيع بقى اللي زي دي. وطبعا ما عداش غير يوم ويومين ولقيت صاحبتي بتتصل عليا وبتقولي يا ستي انا لقيت لك واحد شيخ كويس وبيفهم قوي في المواضيع اللي زي دي والحاجات دي، ومشهور وكويس والناس كلها بتشكر فيه وبتقول عليه ان هو شخص محترم. قلت لها بس يعني انا ما اقدرش اروح يعني للناس اللي زي دي، بصراحة انا بخاف منهم، وكمان ما اقدرش ان انا اعرف جوزي بحاجة زي دي. قالت لي يا عبيطة وانتي ايه اللي يخليك يعني تقولي لجوزك؟ هو جوزك يعني اكيد يعني مش بيفضل قاعد في الشقة، اكيد يعني بينزل بيروح شغله وكده. قلت لها اه. قالت لي خلاص انتي استغلي مثلا ميعاد خروجه وكده ونروح من غير ما حد يحس، ولا طبعا من شاف ولا من دري. وهو طبعا ما بيحبش اصلا الشيخ ده، ما بيحبش انك تكوني معرفة حد انك رايحه له طالما انت عايزة تخافي وكده. قلت لها لا خلاص انا مش هعرف حد. قلت لها انا بجد تعبانة والاحلام دي مزعجة جدا ومبعرفش انام وبخاف بعدها. قالت لي خلاص يا ستي انا خدت لك منه ميعاد وهتصل عليكي علشان ابلغك. قلت لها خلاص ماشي. وفعلا بعدها بيوم اتصلت عليا وقالت لي انت ميعادك بكره يعني بعد المغرب وكده، بعد ما جوزك يكون مش يعني مش شقه وكده. قلت لها خلاص مفيش اي مشكله. وفعلا نزلت وقابلتها وركبت معاها المواصلات، قعدنا في تقريبا في المواصلات ساعه كده او ساعه الا ربع، لان كان بيته بعيد يعني عني شويه.
ورُحنا فدخلنا كده للبيت، وكان عبارة عن بيت شقة مفروشة كده، بس زي عبارة عن بيت قديم كده، ورنينا الجرس لقينا واحد فتح لنا، وصاحبتي بتقول له: لو سمحت إحنا عندنا ميعاد دلوقتي. فقال: اتفضلوا. ودخلنا ولقيت واحد يعني كده من اللي هو الشيخ، طلع يعني مش عجوز، مش زي طبعًا ما أنا كنت متخيلة، لأ ده طلع شاب عنده حاجة و30 كده سنة، وشكله وسيم كده وأبيض، وعنده لحية خفيفة كده، وقال: اقعدوا. وطبعا قعد يسمع مشكلتي، وانا كنت ببصله باهتمام، ونظرته كده تحس ان هو عارفني وفاهمني، يعني فاهم عني كل حاجة وكده. وقعدت احكي له، وقعد يقول لي: عموما خير يا بنتي، انتي طبعا اللي عليكي ده هقولك عليه هو زي الجن العاشق، وده بيبقى حالتك بتبقى صعبة شوية وبتاع. قلت له: ايوه فعلا صاحبتي قالت لي كده. وقعد بقى يقرا عليا شوية حاجات، وقال لي: قومي روحي واديني رقم تليفونك علشان اتابع معاكي. وفعلا اديت له رقم التليفون بتاعي وروحت. وانا في الطريق لقيت بقى صاحبتي بتقول لي: ايه رأيك؟ انا حاسه ان الشيخ ده شكله كويس، وانه يعني هيعرف يعالجك وكده. قلت لها: ايوه بس انا كنت خايفه، وحسيت ان بس انا بصراحه حسيت ان هو شكله كويس وارتحت، وحسيت معاه براحه نفسيه، ومش خايفه ولا قلقانه. قالت لي: شفتي؟ وان شاء الله هتخفي على ايده. قلت لها: يا رب ان شاء الله. وروحت بقى بالليل، ولقيت كده بالليل على الساعة 10 جالي اتصال بالليل كده، لقيته هو اللي بيكلمني. قلت له: قال لي: ايوه. قال لي: ازيك؟ انتي عاملة ايه دلوقتي؟ يا رب تكوني بخير. قلت له: تمام. قال لي: هو مين بقى يعرف بالموضوع ده ان انتي بتيجي تتعالجي وكده غيرك انتي وصاحبتك؟ قلت له: لا مفيش حد، انا مش معرفة حد خالص. قال لي: طيب اول حاجة في العلاج ده السرية، وده علشان تخفي، يا ريت صاحبتك ما تعرفش المكالمة دي من أولها لآخرها. قلت له: يعني ايه؟ قال لي: يعني بعد يومين أنا هتصل عليكي كده وتقولي لها إن انت خفيتي وكل حاجة تمام، وهتسمعي الكلام اللي أنا بقولك عليه. قلت له: خلاص طيب. قال لي: تاني حاجة عايزك تنفذي شوية حاجات كده هطلبها منك. انتي هتجيبي بتاع كده حوالي 5 6 جلسات من غير ما حد يعرف أي حاجة. بس أول حاجة برضو أنا زي ما قلتلك الموضوع ده لازم يكون سر، مش هتقوليه لحد، لأنك لو قلتيه لحد هتفضلي زي ما انتي كده، وهتفضل حياتك بالمنظر ده. قلت له: لا خلاص. وفعلا مفيش يومين واتصلت بيا صاحبتي يعني، قلت لها زي ما هو قال لي بالظبط، وكان مديني بقى ميعاد ان انا اروح له، ورحت له في الميعاد ده لوحدي. قعد يقرا كده عليا شوية حاجات، وقعد يقول لي: هو انتي متجوزة بقالك حوالي كده كام سنة؟ فلقيته طبعا عرف ان انا متجوزة بقالي كام سنة، وعرف ان انا بشتغل ايه. قلت له: هو انت ازاي عرفت كل ده؟ قال لي: ده شغلي وده شغلانتي ولا ايه، وعارف عني كل حاجة، وعارف عن حماتك وحماكي. قلت له: طب فعلا، طب والكوابيس اللي بحس بيها دي يا ترى هتروح ولا لا؟ قال لي: انت بتحسي بايه؟ قلت له: بحس بكوابيس بتجيلي وحاجات كده. حكيت له حاجات طبعا ما كانش ينفع ان انا احكيها لاي راجل، بس فعلا حكيتها له. وقال لي: هو انت بتبقى مبسوطه؟ قلت له: بصراحه ايوه ببقى مبسوطه، بس مشكلتي ان انا ببقى متكتفه. قال لي: اه، هو ده بقى الجن العاشق، وده مش هيسيبك بسهوله. قلت له: يعني ايه؟ قال لي: هتاخدي معايا كده كام جلسه، بس لازم تسمعي الكلام. ولقيته قام كده واتكلم معايا كده بصوت واطي جدا، زي ما يكون كده مش عايز حد يسمعه. قال لي: بصي، على العموم هو طلب صعب جدا، بس انا هحاول ان انا هغيره يعني. قلت له: ايه هو؟ قال لي: بعدين هنشوفه، بس نغيره لو وافقتي بقى، احسن لك ان انت توافقي على الطلب ده، وهقولك ايه الطلب. قلت له: طب ايه هو الطلب؟ اداني ميعاد وقالت لي: الدور الجاي وانت جاية هقولك عليه، بس تجيلي بعد 3 ايام. وكنت مستنية ال3 ايام دول بفارغ الصبر، لاني كنت هتجنن وعايزة اخف من الاحلام والحاجات دي، كل الحاجات اللي بتجيلي. ورحت له وانا ملهوفة جدا، ولقيته بيقول لي: على العموم الطلب اللي انا كنت هطلبه منك مش عايز اغيره، يا اما كده يا اما طبعا هيفضل معاكي الجن ده طول حياتك، ومش هتخفي ولا هتخلفي. قلت له: طب هو ايه الطلب اللي انت عايز تطلبه مني؟ قال لي: الجن ده طالب ان واحد غير جوزك ينام معاكي. قلت له: ايه؟ قال لي: اه زي ما انا بقولك كده، وده طلبه، وكنت بحاول ان انا اغير الطلب ده بس للاسف منفعش. قلت له: طب ازاي؟ ده انا عمري ما حد غير جوزي لمسني. قال لي: على فكرة ده علاج، هو انت مش بتروحي لدكتور امراض النساء وبيكشف عليكي علشان يعالج، وبتتحطي هنا وهنا، ما هو ده برضه علاج. قلت له: اه بس انا امتى؟
وإزاي ده يحصل. وطبعا أنا روحت وأنا مروحة قلتله خلاص، قلت لسيري يعني أنا خلاص مش هروح المكان ده تاني ولا هعمل أي حاجة زي كده. وعدى حوالي يومين ومكانش بيجيلي أي أحلام وأنا كنت بحلم بأحلام وحشة، بس للأسف بعد اليومين رجعت الأحلام تاني والكوابيس، وكنت خايفة ومرعوبة، ولقيت نفسي تلقائي بتصل عليه وقلتله إن الموضوع زاد عن حده وأنا تعبانة جدا. قالي طب تعالي، ورحتله وقال لي شوفي بقى الطلب ده اللي انا قلتلك عليه لازم يحصل، يا اما كده يا اما بقى تنسي الموضوع ده خالص. وانا يا ستي مستعد ان انا عمري ما عملتها، بس مستعد اعملها علشان خاطرك وعلشان خاطر ان انت تخفي، وان انت يعني عشان تعبانه وصعبانه عليا. وقلت له ماشي، بس انا مش مستعده دلوقتي لحاجه زي كده. قال لي المهم روحي وشوفي هتبقي مستعده امتى وكلميني وتعالي. وروّحت وأنا طبعًا عمّالة أكلّم في روحي، قُلت إيه المشكلة مرّة واحدة يمكن يكون صادق في كلامه وأخِف. ورُحت فعلًا واتصلت عليه وقُلت له أنا هاروح لك بعد يومين، أكون يعني هيأت نفسي لكده لحاجة زي كده. وعدّى يومين ورُحت له وأنا عارفة إيه اللي هيحصل، وفي اليومين دول أو اليوم اللي أنا رايحة فيه رُحت ومسكت نفسي وقال لي شايفة الأوضة اللي هناك دي؟ قُلت له آه. قال لي خشي استنيني فيها، ودخلت لقيتها أوضة عادية جدا مفيهاش غير سرير وإضاءة خفيفة. وقعدت على طرف السرير ولقيته جاي وقفل الباب وقال لي تحبي بقى تبقي صاحية وأنا بعمل فيكي كده ولا تكون نايمة؟ قلت له لا أنا هنام. قال لي يعني انتي مش حابة تشوفي حاجة زي كده؟ لو انتي مش حابة ممكن أنيمك أو أديكي مخدة لو انتي يعني هتتضايقي. قلت له لا أنا مش متضايقة، أنا عايزة أبقى صاحية، أنا ما بحبش أبقى نايمة. قال لي خلاص اللي انتي عايزاه، لإني طبعًا هاكون متضايقة لو كنت نايمة ومش عارفة إيه اللي بيحصل حواليا. قال لي خلاص ما تناميش، وراح قعد جنبي على السرير وواحدة واحدة بدأ يقلعني ويشوف كل حاجة، وراح مهدي الإضاءة جدًا ما كنتش شايفة فيها أي حاجة، وبدأت بقى إيدي تشتغل في كل حد لحد ما جسمي وأعصابي كله بقى ثابت، وبدأ يعمل معايا زي جوزي بالضبط، بس هو كان صعب شوية وكان شديد. وأنا شُفت الموضوع عنده ده حسيته كبير، تعبني جدًا وقعد حوالي ساعتين. وقال لي خلاص الجن العاشق ده ما يسيبكيش. قلت له لا انا بصراحة حلوة قوي يعني ما تسابش. ورحت قلت له خلاص يعني انا يعني محدش يعرف بالموضوع ده؟ لقيته بيقولي لا خلاص ان شاء الله بعد الجلسة دي مش هيكون في حاجة يعني ولا في جن عاشق ولا كده. قلت خلاص. وعدى اليوم على خير وانا روحت، وبعد ما روحت لقيته اتصل عليا وقال لي على فكرة انتي لسه باقيلك جلستين كمان. قلت له يا لهوي مرتين كمان؟ قال لي اه، ولو في تالت مرة لازم يحصل. وقفل معايا. وقلت له اتصلت عليه تاني وقلت له لأ أنا مش ممكن أعمل حاجة زي كده. قال لي خلاص براحتك، ما هو كده انتي مش خدتي العلاج كله. قفلت معاه وبعدين قعدت أفكر وقلت يعني هي جت على المرتين دول مش مشكلة، خلاص هروح وأعمل اللي هو عايزه، وأنا كده عملت اللي عليا يمكن أخف. وفعلا لما روحت اداني ميعاد وحصل زي ما حصل قبل كده، وخلصنا المرتين الجلستين اللي هو قالي عليهم. وبعد كده روحت وقلت خلاص أنا هنسى الموضوع ده. وعدى كذا شهر والحمد لله ما كنتش بحلم بأي أحلام وحشة. الأغرب بقى إن بعد 3 شهور للأسف رجعت لي الكوابيس والأحلام اللي كانت بتجيلي قبل كده. واتصلت عليه لقيت موبايله مغلق، وكمان رحت المكان اللي أنا كنت بروح له فيه لقيت مفيش حد خالص في المكان ده، وزي ما يكون هو كان متأجر المكان ده لفترة قصيرة ومشي منها. فحسيت إن أنا انضحك عليا ومش عارفة أحل مشاكلي ازاي، ولا عارفة أحل مشكلتي، ولا عارفة طبعا أتوصل للراجل اللي ضحك عليا ده ازاي. فياريت تقولولي أعمل ايه في المشكلة اللي أنا وقعت فيها دي، وازاي أتعالج من الأحلام والكوابيس اللي أنا فيها دي.